الفنانة أميرة العايدي هي ابنة الفنانة عزيزة راشد والمنتج المسرحي عبد القادر العايدي. عشقت التمثيل منذ طفولتها، وعندما حصلت على شهادة الثانوية العامة قررت الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن عارض والدها دخولها الوسط الفني على الرغم من أنه فنان، وبالفعل حققت رغبة والدها وأوقفت تحقيق أولى خطوات في طريق عالم الأضواء والشهرة، والتحقت بكلية الحقوق. جاءت الفرصة لأميرة العايدي في فيلم الشجعان للمخرج والممثل طارق النهري، والذي قام بإقناع والدها بالموافقة، ولكن بعد هذه التجربة لم تشارك في أعمال فنية لمدة 7 سنوات، وحصلت على ليسانس الحقوق. دخل نجل أميرة العايدي الوسط الفني مؤخرا، وهو يوسف وائل نور، حيث حقق نجاحا كبيرا رغم خبرته الصغيرة، وأحبه الجمهور لتشابهه مع والده الراحل وائل نور، حيث شارك في عدة مسلسلات منها جمال الحريم ومسلسل لحم غزال ودايما عامر. وقد صرحت أميرة العايدي بخصوص ابنها يوسف وقالت: أخذ من والده الفنان الراحل الدقة والمذاكرة والتحضير للدور قبل البدء في أي عمل، مؤكدة أنه موهوب وشاطر، والشغلانة بها أحاسيس جميلة وحلوة معقبة. شرفتني وشرفت باباك، وكان نفسي والده يكون موجود ويشوفه وهو ناجح. صرحت الفنانة أميرة العايدي إنها كانت طفلة شقية جدا في طفولتها، ودائما ما كانت تجلب لوالدها مشاكل كثيرة، حيث كانت تتغيب عن حضور الحصص وتهرب من المدرسة، وكانت تخفي الرسائل التي كان الأساتذة يبعثونها لوالدها، حتى وصل بهم الأمر إلى المجيء إلى منزلها ليشكونها لوالدها شخصيا، وعندما اكتشف ذلك نصحها بهدوء لأنه لم يضربها أبدا. وعن هوايتها صرحت الفنانة أميرة العايدي إنها تعشق تربية الكلاب، وأنها بدأت هذه الهواية عندما اشترت كلبا منذ 20 عاما، ثم مات وحزنت عليه كثيرا، وبالصدفة أهداها أحد الأصدقاء كلبة جميلة من أمريكا، فأخذتها واعتنت بها وتعلقت بها هي وأولادها، وارتبطت بها بشدة، ثم زوجتها وحملت في 6 كلاب، وتعرضت لموقف صعب جدا يوم ولادتها، حيث كانت الولادة متعسرة للغاية، وكادت تفقد الكلب حياتها، وانتابتها حالة ذهول ورهبة فظيعة، فاتصلت بالطبيب الذي يعالجها وسألته، وقامت ببعض الإسعافات الأولية لإنقاذها بالمتابعة الهاتفية مع الطبيب، وكأنها تجري بنفسها العملية، حتى ذهبت إلى المستشفى وأجروا لها عملية ولادة قيصرية، وأنجبت 6 كلاب تملأ المنزل عليها، ولكنها تخيف كل من يزورها، وأسماؤها ميمي وأوتشي وبيسكي وبويا وميتشا وديسكا. وعن أهم أسرار رشاقتها قالت أميرة العايدي: إنني أحرص دائما على ممارسة رياضة المشي يوميا على الأقل ساعة، لما لها من تأثير وفائدة لا يمكن إنكارهما في
في الحفاظ على الرشاقة والشباب الدائم، كما أنها تسعى لممارسة الأيروبكس إلى جانب رياضة المشي، وتتبع أيضا نظاما غذائيا يعتمد بشكل أساسي على الخضار والفواكه التي تحتوي على العناصر الأساسية اللازمة للجسم للحفاظ على الشباب والحيوية، بالإضافة على حرصها على النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، فهي تكره السهر. وعن أكثر شيء يجذبها في الرجل تقول حنانه وشهامته، وأكثر شيء يستفزها في كذبه. وعن ألوانها المفضلة الأحمر والأزرق والأبيض. وعن كاتبها المفضل نجيب محفوظ ويحيى حقي. وعن الملابس التي تفضل ارتدائها الكاجوال أم الكلاسيكي. الكاجوال لأنها تناسبها أكثر وتشعرها براحة نفسية. هل تعلم أن الفنانة أميرة العيدي تعشق هواية ممارسة الملاكمة؟ تقول أميرة: أعلم أن جمهوري تفاجأ من ممارستي رياضة عنيفة مثل البوكس، وبدأت القصة معي وأنا صغيرة، حيث كانت تستهويني مشاهدة برامج ألعاب القوة والمصارعة العالمية وأتابعها باستمرار، ثم التحقت بعدة أندية لتعلم قواعد وأصول رياضة البوكس. فأنا من مواليد برج الحمل الذين يمتازون بقوة الشخصية والمثابرة رغم طيبتهم وإحساسهم المرهف، إلا أنهم يميلون للعنف نوعا ما، وليس العدوانية أو الشراسة. ففعلا أنا أبدو كشخصية قوية، وأعترف بأنني أتعمد هذا رغم طيبتي ورومانسيتي، لكن هناك كثيرين يسيئون فهم طيبتي ويسيئون إلي، وهو ما لا أتسامح فيه أبدا. فأنا لا أتساهل أبدا مع من يخطئ في حقي، وخاصة إذا كنت قد ساعدته كثيرا ووقفت بجانبه. وأرى أن رياضة البوكس تعد نوعا من الدفاع عن النفس، وأنا أقرأ وأسمع يوميا حوادث تحرش كثيرة ومضايقات تتعرض لها الفتيات والسيدات، لذا فأنا أرى أنه يجب على كل فتاة أن تتعلم وتمارس مثل هذه الرياضات كالتايكوندو والكاراتيه والبوكس، لأنها تمنحها ثقة بالنفس وطمأنينة في حالة إذا قابلت أي مواقف صعبة تتصدى لها بمفردها في ظل الانحراف الذي يعيشه الشباب الآن في مصر بسبب البطالة والفراغ القاتل الذي يسيطر عليهم. وأنا أتمرن على